في تركية حلوة قوي لو انا بستخدم سيرم فيه ساليسيليك اسيد او كريم فيه مشتق من مشتقات فيتامين أ زي الاكريتين او الادابلين او الازادير. الحاجات دي معروف انها بتعمل تهيج واحمرار وتقشير شديد في البشرة، ولازم ادخلها البشرة بالتدريج. لو انا بقى بشرتي حساسة خايفة ان انا استخدم المواد دي على بشرتي بحيث انها ما تعملش التهاب او تهيج او احمرار شديد، عايزة اقلل من تأثير المادة دي على البشرة، يبقى الحل ان انا ارطب بشرتي كويس قبل ما استخدمهم. يعني اغسل وشي بالغسول، بعد كده احط مرطب ويكون مرطب نوعه كويس، مش مرطب جل، لا يكون مرطب اتقل شويه حتى لو بشرتك دهنيه او مختلطه. خلينا في المرطبات اللي قوامها كريمي او على لوشن، دي هتكون افضل كتير، بتقلل امتصاص الماده اللي انا ببقى قلقانه منها زي السلسليك اسيد او الاكريتين، فبالتالي تاثيرها بيبقى اخف كتير قوي على البشره، مش هتعمل ولا تهيج ولا احمرار. وبرده لازم اراعي ان انا ادخل المواد دي بالتدريج، مش معنى ان انا رطبت كويس قبل ما ادخلها يبقى كده خلاص تاثيرها خف، لا، هو الفكره في الترطيب ان بيقلل امتصاص المواد دي من البشره شويه. لازم ادخل المواد دي البشره بالتدريج، يعني مثلا اول اسبوع ممكن استخدمه يومين ثلاثه واحطه بس 10 دقايق ربع ساعه واشطفه.